عايزه بقى اوريكم مكان جبت منه سكرفات حلوه قوي قوي قوي، وجبت منه كل اصلا الطرح اللي انا كنت عايزاها. فاي طرحه الفتره الجايه هتلاقوني لابساها اعرفوا اللي هم من عندهم بجد. هم عندهم الاسعار حلوه جدا جدا، وعندهم كل الماتيريال اللي انتوا تتخيلوها، وكمان عندهم البندانه اللي انتوا دايما بتسالوني عليها انت جايباها منين انت جايباها منين، فهي موجوده عندهم. فده اول سكارف من عندهم، ابيض في اسود كده وشكله حلو قوي. ده طبعا يليق على اي حاجه تكون ساده. تعالوا بقى اوريكم الباقي بسرعه ويلا بينا. عايزه اقول لكم بقى ان العروض دي الفولورزات نوري الحلوين بس. اي 2 سكارف مشجر هيبقوا ب150 بدل 200 جنيه، واي 3 برضو من السكارفات البليسيه الساده هيبقوا ب200 جنيه بدل 300 جنيه. وقولوا لي بقى ايه اكتر واحده حبيتوها عليا. بصوا بقى، انا اصلا طالبه الاوردر ده مخصوص عشان الطرح دي، يعني الطرح دي طالعه ترندي جدا، وبتليق على الفساتين السواري جدا، وبتليق برضو في الخروج. فهي حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده، بيبقى فيها الخطوط دي، وعندهم منها كل الاشكال، كل الاشكال اللي نازله منها موجوده. نقدر نلبسها كده مبين البندانه، نقدر ما نبينش البندانه. بالمناسبه انا عايزه اوريكم نوع البندانه برضو عندهم، واوريكم اللونين اللي جبتهم من الطرحه التانيين. بصوا، هي دي البندانه اللي انا بلبسها، ما بلبسش غيرها. دي اسمها بدون خياطه، بس هتلاقوها عندهم، وهتلاقوا كمان سعرها حلو. وفي التربون دي برضو حلوة قوي، جبتها عشان البسها لو مايو او حاجة. بصوا هي سودا كده، وعندهم منها كل الالوان، وبتبقى بالشكل ده قدام، بس كذا طبقة فوق بعض. تعالوا لو اوريكم الباقي يا جماعة. اللون التاني بصوا تحفة قوي برضو، ده اوف وايت كده. حلو قوي، حلو قوي قوي بجد. يعني انا اكتر لون بينور وشي، يعني انا بشوف ناس بتلبس اللون الابيض بيغمق لها وشها، انا بيفتح لي وشي، ما اعرفش ازاي. فلا، عاجبني قوي. وبصوا ممكن الرسمه باينه في ده اكتر، شايفينها حلو قوي. جبت بقى طبعا اللون البيج، يلا اوريهولكم. ده اخر لون، شايفين الجمال؟ شايفين؟ بصوا شكل تاني اصلا، يعني مش زي التانيين. وانا بفكر اجيب كل الالوان. انتوا شايفين ايه؟ يعني انا شايفه لفه الطرحه دي فيها حلوه قوي. انتوا رايكم إيه انتوا كمان؟ شكلي هجيب كل الالوان بتاعتها. وبصوا كمان عندهم السكارفات الساده، عندهم كل الالوان اللي تتخيلوها. خشوا اعملوا لهم فولو، اطلبوا الاوردر بتاعكم، وعاملين خصم لاي حد من عندي. ف يا نهار دلع، يا نهار دلع. ده بقى اكتر اوردر انا بستناه بجد. واحيانا الوقت ان الواحد يدلع نفسه، يعني استاذه لولي مش هتاخدنا من الدنيا واللي فيها، يعني لازم ندلع نفسنا. تعالوا اوريكم جبت ايه. تعالوا بقى اوريكم ايه، عشان البنويت الحلوين اللي بيحبوا الحاجات دي زيي، او العرايس الحلوين كمان، وافدكم. فاعملوا لها فولو، ده اكتر اكاونت انا بحب اجيب منه الحاجات الصراحه. وومن كريزي من الحاجات الحلوه قوي قوي، وريحتها فانيليا كده ناعمه، وانا من الناس اللي بتحب ريحه الفانيليا قوي، يعني في البادي لوشن او في البادي ميست عموما. تاني حاجة جبتها بقى البودي لوشن ده ريحة اللافندر يا جماعة، بيحسسكوا بروقان فظيع فوق الوصف بجد. يعني من الحاجات اللي تحسي كده براحة نفسية فوق الوصف. اما ده بقى اكنك حاطه هايلايتر على جسمك بالظبط، وثابت وحلو قوي، بيقعد معاكي 24 ساعة، ممكن كمان 48 ساعة. حاجات فيكتوريا سيكريت في قلبي يعني، ده بأمانة. ده برضو فانيليا كده، وفي ميكس فاكهة بسيط قوي. ريحته خطيرة، يعني انا لحد دلوقتي الريحة موجودة، ريحته ثابتة بجد في الأوضة. يعني الحاجات بتاعت فيكتوريا سيكريت معروفة. يعني ده برفيوم رول برضو من فيكتوريا سيكريت. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان انا نسيت اقولها لكم، ان البودي لوشن ده اللي هو باللافندر اصلا منزلش مصر خالص. وبرضو البرفيوم الرول ده منزلش مصر خالص، يعني الحاجات دي مش هتلاقوها اصلا في مصر. هي دايما بتستورد الحاجات بتاعتها من بره، فثباتها بيبقى احسن من اللي موجوده في مصر هنا في الستور 100 مره، وبتبقى ارخص من اللي موجوده في الستور هنا برضو كتير جدا. وكنت اول مره اجرب حاجه من بينك برضو وعجبتني جدا. بصوا بقى يا جماعه، البرفيوم رول دي خطيره خطيره بجد، وريحتها عجبتني جدا. والميكس بتاعها فظيع، وريحتها يا جماعه بتفضل ثابته ممكن في الاسبوع في هدومك، ده بجد. وانا حبيتها جدا لان هي صغيره كده، واقدر احطها معايا في الشنطه، فلا خطيره.
عجبتني جدا.